هاديكوا دلوقتي 3 نصايح عملية علشان تقدروا تتعاملوا مع الناس دي وتقيموا الموقف فعلا صح ولا غلط. أول حاجة هتلاقوا إن الناس دي ما بتعمل التكنيكس دي بتستخدمها عليكوا بتبقى مواقف متكررة، مش حادثة فردية، مش مرة مثلا، لأ، ده نمط عندهم، كل مرة بيستخدموا نفس الحاجات اللي بيعملوها عليكم. لازم إن انتوا أول لما حاجة تحصل حاولوا إن انتوا تكتبوها، حتى لو على الموبايل بتاعكم اكتبوا انتوا حاسين بإيه وإيه اللي حصل بالظبط، علشان لما حد بعد كده يجي يقولكوا لأ انت كنت فاهم غلط أو لأ ده انت اللي حساس، اقروا الكلام المكتوب وقيموه كشخص طرف تالت. حطوا مشاعركم على جنب واقروا الموقف وحاولوا فعلا تشوفوه، هل فعلا الشخص اللي كتب الكلام ده هل فعلا حساس بزيادة؟ هل هو فاهم الموقف غلط ولا لأ؟ الشخص ده عنده حق. تاني نصيحة انه لما تلاقوا حد متسرع قوي ان هو يقرب منكم لازم تخلوا بالكم، لانه الثقة بتتبني بالمواقف وبالوقت وبالتعاملات مع الناس. مفيش حد كده مرة واحدة هيجي وتلاقوا ان هو بيحبكوا فجأة وعايز يخليكوا كل حاجة. غالبا الشخص ده عايز منكم حاجة، فتخلوا بالكم. ما تدوش للناس ثقة على طول، خلوا الناس هي اللي تكسب ثقتكم. ادوا للموضوع وقت، قيموا المواقف، فكروا في المواضيع اللي بتحصل بينكم وشوفوا الشخص ده فعلا يستاهل الثقة قبل ما تديهاله ولا لا، على المدى الطويل وبدون تسرع. تالت حاجة ركزوا هو مين اللي بيعتذر على طول. لو انتوا الشخص اللي دايما بيعتذر وبيطلع غلطان يبقى في حاجة غلط، ولو الشخص التاني برضه هو اللي على طول بيعتذر وبيطلع غلطان برضه قيموا نفسكم. يعني شوفوا هل انتوا من الناس اللي بتعمل اي تكنيك من التكنيكس دي من غير يعني بدون وعي ولا لا، لانه دايما حطوا يعني احتمالية انه طبعا عادي وارد ان احنا اللي نكون غلطانين، بس خدوا وقتكم وفكروا في الموضوع كويس علشان ولا تظلموا نفسكم ولا تظلموا حد تاني معاكم. ببساطة انا مش بقولكم تجنبوا الناس، بس بقولكم خلوا عندكم وعي عشان لما الحاجات دي تحصل تبقوا قادرين تسموها، قادرين تدولها اسم، وقادرين تعرفوا هو اللي بيحصل ده اسمه ايه بالظبط وبيأثر عليا ازاي، عشان ساعتها انتوا هتقدروا تقيموا اي موقف صح، ولا انتوا تظلموا حد ولا حد يقدر ان هو يظلمكم.